أسطورة إيرس وسايكي بتبتدي بإن سايكي البنت الأصغر والأجمل للملك محتوم عليها بنبوءة إن هي تتساب على قمة جبل عشان هيجي وحش قوي محدش يقدر يهزمه ياخدها زوجة ليه. اللوحة دي بتصور سايكي وهي في طريقها لقمة الجبل، وبتخلق تناقض حاد مع المفروض يكون يوم سعيد زفاف بنت الملك لأشبه بجنازة لشخص لسه حي. الحاضرين كلهم بيغلب عليهم حزن عميق وصامت، والورود بتترمي على الأرض مش عشان تعكس الفرح لكن عشان يتداس عليها، زي ما بالنسبة لهم جمال سايكي هيتداس عليه بجوازها من وحش. في آخر المسيرة راجل كبير في السن في الغالب بيمثل الملك والد سايكي، واللي كأنه بيقدم خطوة ويأخر خطوة، من ناحية لازم يطيع نبوءة الآلهة ومن ناحية تانية مش عايز يضحي ببنته. وسايكي في النص مفصولة من كل الحاضرين بألوان لبسها المختلف والمسافة اللي ما بينها وما بينهم، لأن في النهاية اللي هيتحمل عبء النبوءة هي لوحدها. ولو إنها ماشية رافعة راسها ومتماسكة زي ما يليق بابنة ملك، لكن إيدها على قلبها في إشارة واضحة للألم والحزن اللي شايلاه جواها. فنانين كتير لما يجوا يصوروا أسطورة إيرس وسايكي بيختاروا يرسموا أول لحظة لقاء ما بينهم أو النهاية السعيدة للحبيبين، لكن نادرا لما فنانين بيصوروا اللحظة الحزينة دي على الرغم من أهميتها. وانتي ايه رأيك في اللوحة؟